الفيلم ديال اليوم كيبدا في واحد الليله اللي كانت معطله بزاف، ملي واحد البنت كتخرج من الخدمه ديالها من مورا ما كملت دوك السوايع الاضافيه اللي كانوا عندها. وفاش شاف داكسي باش انها ترجع لدارهم جات واحد المجموعه ديال الدراري اللي ضربوا عليها وخداوها، وهكا لقات راسها بلا راها مضطره على انها تمشي لدارهم وهي كتمشى غير على رجليها في وسط داك الليل. فملي كانت غاده في ديك الطريق اللي كانت كلها مظلمه كتقرب منها واحد الفان، والشيفور اللي كان سايق اللي كان سميتو دوتشيك عرض عليها وقال لها باش انه يوصلها لدارهم باش هكا زعما يقدر يعاونها. فالبنت رفضت العرض ديالو بكل ادب وقالت ليه بلا راه ما بغاش تلعب في طوموبيل مع واحد الشخص اللي هي اصلا ما كتعرفوش. ومن مورا ما مشات غير واحد المسافه اللي كانت قصيره كتسمع شي اصوات اللي كانوا غرابين من موراها، فبلي كدور كتلقى الباب ديال ديك الطوموبيل مفتوح وكتسمع واحد الصوت ديال شي واحد اللي كان كيبكي وكيطلب مساعده خارجه من الداخل. ولكن ملي كتقرب وكتلمح شنو كاين لداخل كتلقى العرام ديال الحوايج، وكتلقى واحد الجثه ديال واحد الراجل اللي كان ميت تما، حيت اصلا هذاك اللي كيدير هذوك الاصوات كان هو براسو دوتشيك، واللي دابا كيشدها وكيجرها لداخل باش يقدر يقتلها قبل ما تقدر تهرب ليه. ومن مورا ما دازت واحد الوقيته ومن بعد ما عيط البوليس وبدل الحوايج اللي كانوا مسخين بحوايج اللي كانوا نقيين، دوتشيك استقبل هذوك جوج ديال البوليس وهو داير راسو مصدوم ومخلوع بزاف، وبدا كينعت لهم بلا راه البلاصه فين لقى الجثات وكيقول لهم بلا راه زعما لقاهم تما غير بالصدفه، وقال لهم بلا راه شاف واحد المجموعه ديال الخدامه اللي كانوا دايزين من تما هما اللي كانوا طعنوا هذيك البنت. ومن مورا شي ايام كنشوفوا كيم كيونغ مي اللي كانت خدامه في البيرو ديالها العادي في مصلحه سير الزبناء، وهي واحد البنت اللي كانت ما كتسمعش، داكشي علاش هي اللي كانت مكلفه على انها تجاوب هذوك المكالمات ديال الزبناء اللي حتى هما صم بكم، وكتواصل معاهم بلغه الاشاره وبطبيعه الحال في لي زابيل فيديو. ولكن بحال اي خدمه زبناء كاينين الناس اللي قلالين الادب واللي كانوا كيعيروها وكيخسروا ليها الهضره. من بعد الخدمه مشات لواحد العشاء اللي كانت دايره الشركه وهي ما كتقدرش تشارك معاهم في الهضره، وكانوا كاع دوك الرجال اللي كانوا جالسين معاها في الطبله كيستغلوا الوضعيه ديالها زعما راها ما كتسمعش، واللي بداو كيهضروا عليها بواحد الطريقه اللي كانت خايبه وبقله ادب. ولكن اللي ما كيعرفوش هو على انها كتقدر تفهمهم اش كيقولوا غير من خلال الحركه ديال الشفايف ديالهم. داكشي علاش في المقابل حتى هي بدات كترد عليهم بحركات ديال معيور بلغه الاشاره، وهما كان كيسحب لهم بلا غير كتشكر فيهم وكتجاملهم. ومن بعد هادشي مشات تجيب امها اللي حتى هي كانت ما كتسمعش من الخدمه ديالها في واحد المحل ديال الخياطه، واللي قدرت تعتقها في اخر لحظه من واحد الاكسيده ديال الموتور اللي كان غادي يضربها، وهادشي بالفضل ديال واحد الاله اللي كانت عندها كديتيكتي الصوت اللي دايرها في الطوموبيل. والام كتكون فرحانه بزاف حيت خلصات مزيان هاد الشهر، ودابا بزوج بهم يقدروا يمشيو لديك العطله في البحر اللي كانوا باغينها من شحال هادي. ومن شي اخرى من المدينه كنشوفوا تشوي سيو جونغ اللي كانت كتوجد راسها باش تخرج، ولكن خوها جونغ تانغ اللي خدام اساس ديال سيكوريتي كان داير عليها واحد الحراسه مشدده وكان خايف عليها بزاف من نهار اللي ماتوا والديهم. داكشي علاش كان كيدابز معاها كل نهار على الحوايج اللي لابسه وعلى الوقيته اللي خاصها ترجع فيها للدار، ولكن هي كتوعدو بلا راه غادي تكون بعقلها وغادي ترجع بكري. ولكن من بعد ملي كتكون في الليت ديت ديالها ما كتبقاش تجاوب على الميساجات ديال خوها وما كترجعش للدار نهائيا في الوقت اللي وعدته به. وبما انها ما كتجاوبش على التليفون جونغ تا كيقرر على انه يخرج للزنقه ويقلب عليها براسو. كتكون الوقيته معطله ديال الليل ملي دوتشيك كيمشي في الزنقه يقلب على شي ضحيه اخرى، فكيشوف كيونغ مي خلات ماماها حدا واحد البوتو ديال لي زورجونس، اما هي كتمشي تقلب فين تباركي الطوموبيل ديالها، وهكا كيقرر على انه يمشي من موراها. ولكن في ديك اللحظه بدات كانت يونغ جون كتمشى من واحد الشارع واللي كان نفس الشارع اللي فيه حتى دوتشيك، فملي شافها كيبدل الراي ديالو كيقول هذه هي اللي غادا تقضي الغرض، وكيجري وكينقز عليها بسرعه بلا ما يعيق بها حتى شي واحد، حيت اصلا حتى ماما كيونغ مي كانت غاديه في الاتجاه الاخر وهي اصلا ما كتسمع حتى شي حاجه. فملي كيسالي معها كيتحرك باش يدوز الام، ولكن البلان ديالو كان كيبقى كل مره يتخربق. في الاول جونغ تا كان جا كيسول الام واش شافت اختو وكيمشي من بعد ما لقى الجواب بلا راه هو لا. ومن بعد كيونغ مي كترجع من الباركينغ وهي ملي كانت غاده عند ماماها كتشوف واحد الصباط بيض اللي خرج فجاه من واحد الزرقه اللي كانت مظلمه، وكان حتى شي واحد كيعيط على المساعده واخا هي ما كتسمعوش حساس به. فملي كيبان ليها الصباط الثاني حتى هو خارج هنايا كيونغ مي كتقرر على ان تدخل ديك الزنقه اللي كانت ضيقه وتشوف تما شنو كاين، وتما كتلقى سيونغ جون كانت كتبكي وكانت كل هدم وكانت كتطلب شي واحد على انه يعاونها. وقبل ما تقدر دير اي حاجه كيجي دوتشيك اللي هز واحد المقده وكينقز على كيونغ مي باش انه يقتلها، ولكن سيو جونغ كتدفعها وكتعطي لكيونغ مي واحد الفرصه فين تهرب. هنايا كيونغ مي
كترجع للشارع وملي كتشوف امها كتقرر تجري في الاتجاه الاخر المعاكس باش هكا تقدر تحميها وما تجرش ليها القاتل عندها. فكترجع للباركينغ وكتغبر بين الطوموبيلات وهي غاده لجهه الباب اللوراني اللي السارود ديالو كان كبير وكيدير الصداع بزاف. فملي كانت كتحل فيه بشويه باش زعما ما يسمعهاش، هنايا دوتشيك كيسمع الصداع وكيمشي تابعها، ولكن لحسن الحظ ديال كيونغ مي كتحل الباب في الوقت المناسب. وخا الباب كان مسدود بالسلسله من جهه اخرى، اذا ما قدرش تحلو كامل، ولكن هذيك الفتحه كانت كافيه البنت رقيقه بحالها باش انها تدوز وتخلي راجل غليظ بحال دوتشيك واحد موراها. فكيونغ مي كتوصل طوموبيلتها وكتعيط لامها في التليفون باش تقول ليها تسناها حدا لي زيرجونس، ولكن غير كتقطع لابيل كيبان ليها دوتشيك جالس في الكرسي اللوراني ديالها وهاز واحد جنوي في يديه وكيبزز عليها باش انها تسوق، ولكن في بلاصه ما الناس خرجوا من الباتيمون كتكسيري نيشان لجهه الحيط وكتفراني قبل ما تقلب، وهكا استغلت الفرصه باش تهرب. مطارده اخرى بدات ديال الشرا وكيونغ مي قدرت توصل لمها قبل ما يحط ليها دوتشيك يديه، ولكن حيت كيونغ مي بركات على ديك البوطون ديال الامرجنسي اللي كانت في البوطو، دوتشيك ما قدرش انه يقرب ليها اكثر. اذا ملي كانوا العيالات كيتسناو في البوليس هو رجع للور ومشى لديك الفان ديالو. فمن بعد ما خبى الجثه ديال سيون جونغ لداخل وبدل حوايجو وستيل شعرو باش انه يبان بحال شي رجل اعمال اللي كان عادي ومحترم، ومن بعد ما قرب من دوك العيالات وجه اللي كان بارد ومرتاح، كيونغ مي ما قدرش تعرف عليه حيت القاتل كان داير واحد الماسك وكاسكيطه. اذا ملي هاد الراجل كيقول بلا راه كيقلب على اختو اللي كانت غابره، كيونغ مي كتيقو وكانت غادي يديه لديك الزنقه المظلمه فين كانت شافت البنت. وفي ديك اللحظه جاو البوليس، ولكن لوفيسي لقى الزنقه خاويه وما فيها حتى شي واحد. هنايا كيونغ مي كتطلب باش انها تشوف الكاميرات ديال المراقبه، ولكن العسل ديال الباركينغ كيوريهم بلا راه هذوك الكاميرات طفوهم الدراري الصغار اللي كيجلسوا تما باش انهم يكميو. بثلاثه بهم داوهم للكوميساريه باش هكا يقدروا يقادوا المحضر ديالهم. وملي كانوا في الاسانسور دوتشيك كيبقى يشوف السلاح ديالو اللي عنده في الصاك وكيشوف العيالات من موراها، وهذا الشيء اللي كيخلي ماما كيونغ مي تعيق بيه اللي بانت ليها الشوفه ديالو ما بقاتش كاع حزينه وفيها الشك. وهكا باش هو يحافظ على داك الوجه ديالو جبد التليفون كحل من الصاك وقال لهم بالله راه ارتاح ملي وصلوا الميساج من عند اختو، يعني الجثه اللي شافو ماشي ديالها. فمن بعد واحد اللحظات كيونغ مي كتسالي من وضع التصريحات ديالها، ولكن البوليسي ما عنده ما يدير ليها حيت ما عنده لا جثه ولا اوصاف باينه ديال القاتل. هنايا دوتشي كيبغي يدخل باش انه يعاون زعما في هذا الشيء، ولكن البوليسي كيقمعو حيت كيقاطع التصريحات ديال عباد الله. وواحد المتشرد اللي كان حتى هو ناعس حدث الداري اللي حداه كيستغل الفرصه وكيعيروا على هذه اللقطه. هنايا دوتشي كيبان ليه في هذا البلان، فكيمشي يدير راسو غادي ياخذ كاس ديال الماء وكيعير داك المتشرد بواحد الصوت اللي كان ناقص باش البوليسي ما يسمعوش. وهذا الشيء اللي كيعصب هذاك الراجل اللي نيشان كينقز على دوتشي ويضربو. وفي هاد الروينه كامله دوتشي كيطيح ليه واحد التليفون اللي كان بيد فلان واللي كتهزو الام بلا ما يعيق. هنايا البوليسي كياخذ داك المتشرد ويديه لواحد البيت اخر. اذا دوتشيك كيرجع للتليفون ديالو وكيمشي يشوف المحضر ديال كيونغ مي كسبب باش يقلب زعما على معلوماتها الشخصيه وفين كان ساكنه. وملي كان كيقرا الام كدير اشارات لكيونغ مي بلا راه هاد الراجل شاكه فيه حيت عنده جوج ديال التليفونات اللي كانوا مختلفين. فملي كيعيق بهم بلا راهم كيهضروا مع بعضياتهم كيبزز عليهم يعرف شنو كانوا كيقولوا. فهنايا كيونغ مي كتكتب ليه في ورقه بلا راه والو. اذا دوتشيك كيقرب من الام وكيبدا يقلب في هذاك السلاح اللي عنده في الصاك ديالو وكيفكر شنو غادي يدير دابا. وفي ديك اللحظه بالضبط غادي يبان البوليسي داخل مع جونغ تانغ اللي كان جاي يدير بلاغ على اختو اللي كانت غابره. هنايا لوفيسي كيقول ليه باش يوري التصويره ديالها لهادوك ثلاثه الاخرين حيت الاوصاف متطابقه مع داكشي اللي قالت ليه كيونغ مي. هنايا دوتشيك كيدير راسو ما عمرو شافها، ولكن كيونغ مي غير كتشوفها كتعرفها في البلاصه وكتعطيه التصريح ديالها باش انه يقراه. وهي كتحاول تعطيه التفاصيل اكثر. البوليسي كيخرج من ديك البلاصه باش يقضي الغرض مع داك المتشرد اللي بقى داخل عاوتاني كيغوت. اذا دوتشيك كيستغل الفرصه باش يقول الام بالله راه الا تحركات او الا قالت شي حاجه غادي يصفيها لكيونغ مي. ومن بعد ما كيوريها شنو عنده في الصاك ديالو وهو كياخذ في الموس وكيتحرك لجهه بنتها، الام كدير واحد الصداع مجهد اللي كينوض حتى الاخرين. هنايا جونتان كيدور في الوقت المناسب وكياخذ هذاك الموس، وهاد الجوج بداو كيتقاتلوا مع بعضياتهم والعيالات مشاو كيجريو على برا باش يقدروا يعيطوا على البوليس. هنايا دوتشي كيعترف بالله راه هو تكرفص ليه على اختو سيو جونغ، وهذا الشيء اللي كيعصب جونتاغ بزاف. فبدا كيسلخ فيه بواحد الهستيريا وزاد كاع خدا الموس وحطو ليه على عنقو
وبدا كيبزز عليه باش انه يقول ليه البلاصه اللي كاينه فيها اختو. ولكن البوليس ملي دخلوا في اخر لحظه دوتشي كيدير راسو بلا راه هو الضحيه، وحيت الوضعيه اللي كانوا فيها كانت مقلوبه فلي زوفيسير كيتيقوا وكيقبطوا على جونغ تانغ في البلاصه ديال انهم يقبطوا على المجرم. هنايا دوتشي كيخرج بحال ما دير حتى شي حاجه، والعيالات كيبقاو مع جونغ تانغ ملي البوليس كيمشيو باش يتاكدوا من الكاميرات ديال المراقبه اللي قشعوا بلا راه هذوك العيالات كانوا كيقولوا الصراحه. وبين ما جونغ تانغ كيرجع للزنقه يقلب على اختو، البوليس كيديو دوك العيالات لدارهم اللي كانوا فيها واحد البولات كيسنيو يلعقوا بشي حركه برانيه. فملي الام والبنت ديالها كانوا كيشربوا في اتاي، البولات كيعلموهم بلا راه كاين شي واحد في الباب، وهذا الشيء اللي طير ليهم القلب ديالهم في داك الليل حيت الوقت كان معطل بزاف. وفي الاخر لقاو بلا راه هذيك غير صاحبه الام اللي من الخدمه نيت جايه تاخذ شي سيكان. هنايا العيالات بجوج بيهم كيمشيو في حالهم وكيخليو كيونغ مي بوحديتها في الدار، وبلا ما تسق الخبر بلا راه دوتشيك ديجا كاين برا وهرس داك الرادار اللي كان كيعطيها واش كاين شي واحد باش البوله ما تخدمش. ولكن ملي دخل الدار الخطوات ديالو كيديتكتاو. داكشي علاش كيونغ مي فاش خرجت من بيتها تشوف شنو كاين، دوتشيك خدم واحد المكانه سوني باش يسحاب ليها بلا راه غير الصوت ديالها اللي شاعل البوله. فمن بعد ما كترجع لبيتها كيسالي هو من الطفيان ديال كاع دوك الرادارات الاخرين اللي عندها في الدار، وهي كتصيفط الميساج لجونغ تانغ اللي كان عطاها لاكارت ديالو الا احتاجت شي حاجه. فهنايا دوتشي كيشد المقده وكيوجد راسو باش انه يضربها، ولكن في ديك اللحظه كيونغ مي كتلاحظ بلا راه واحد اللعبه اللي كانت عندها فوق المجر شاعله وتحركت واخا البولات ما كانوش تفاعلوا معها. اذا كتدور في داك الوقت المناسب وكتفلت من الضربه ديال دوتشيك. كتجري للبيت الاخر وكتحط بشار كبير قدام الباب قبل ما تصيفط الميساج لجونغ تانغ وتقول ليه بلا راه القاتل عندي هنايا في داري. من بعد كتكتب لماماها باش ما ترجعش، ولكن هنايا الباب غير كيزقل من الدفيع كيجيها ميساج من ماماها كتقول ليها بلا راني وصلت ولقيت الباب محلول، ولكن هي كان كيسحب ليها بلا راه ماماها في خطر. هنايا كيونغ مي كدور باش تحيد هذاك المجر على الباب، ولكن ملي كيزيدوا وصلوها ميساجات اخرين من ماماها واللي كانت كتطلب فيهم باش انها تعاونها كتقشع بلا راه واحد الكلمات مكتوبين مقادين وبلا اغلاط، واخا ماماها في العاده ما كانتش كتكتب مزيان في التليفون. تما فين كتعيق بلا راه دوتشيك هو اللي شاد التليفون ديال ماماها وكتحبس في الوقت المناسب قبل ما يبان وجهه في الفتحه ديال الباب، وكيحاول يشدها تاني من يديها، ولكن كيونغ مي كتقدر ترجع اللور وتسد الباب في وجهه. وهذا الشيء كامل ما كيحبسوش بزاف. دوتشيك بدا كيهرس في الباب بالمقده باش يقدر يدير طريقه باش انه يدخل داخل، وبما انها ما عندهاش مخرج اخر كيونغ مي كتقرر على انها تنقز من الشرجم، ولكن دوتشيك كيشدها من شعرها ملي كانت طايحه وبقات كتضارب معاه باش انه يطلقها، وهذا الشيء كيخليها طيح بخير فوق واحد العرام ديال الزبل. انا كيونغ مي كترجع للجرع عاوتاني ودوتشيك كنتابع موراه شويه. جونغ تانغ حتى هو كيلقاهم وكيدخل حتى هو في هاد الكورسه. فمن بعد ما جرو في بزاف ديال الزناقي دوتشيك كيحاصر كيونغ مي في واحد البلاصه اللي كانت مسدوده واللي كان غيطير عليها كون ما وصل جونغ تانغ، وباش يحبسوه باش انه ما يضربوش دوتشيك كيحط موس ديالو على عنقو كيهددو بلا راه غادي يقتل راسو، وهذا الشيء كيعني بلا ان جونغ تانغ ما عمره غادي يعرف فين كاينه اختو ولا شنو طاري فيها. ومع جونغ تانغ بقى مبلوكي في بلاصتو بلا حتى شي حركه، دوتشيك كيصيفط له ميساج في التليفون ديالو اللي فيه لادريس ديال سيونغ جونغ وكيخليه يختار بين جوج بنات. فجونغ تانغ كيطلب الصباحه من كيونغ مي وكيهرب يقلب على اختو سيونغ جونغ في العنوان اللي عطاه اللي هو نيت الدار ديال كيونغ مي، واللي كانت باينه بلا راه دوتشيك غير كذب عليه والبلاصه خاويه ما فيها حتى شي حاجه. فملي مشى جونغ تانغ كيتلاقى غير مع الام اللي كانت رجعت للدار، وفي هذا الوقت كيونغ مي كتحاول تستعمل واحد الكرسي من الزبل باش انها تدافع على راسها، ولكن دوتشيك كيحيدوا ليها وكيخدموا باش انه يلصقها مع الارض. وهو كان كيخدم في التليفون باش يهضر مع جونغ تانغ ويقول ليه بلا راه بنادم خايب حيت خليتيها تما بوحديتها. كيونغ مي كتهز شويه ديال الغيس وكتلوحو ليه على وجهه وكتستغل هاد الدوخه باش انها تدفعو وترجع تجري ثاني مره اخرى. فملي كتوصل لداك الشارع فين كاينه ديك الفان ديالو كتشوف الباب محلول وسيونغ جونغ خارجه منه وهي هازه موس في يديها وكتطلب باش ان شي واحد يعاونها. وملي الام وجونغ تانغ كيوصلوا للبلاصه اللي كانت مسدوده وكيلقاوها بلا راه خاويه، بجوجات البنات بهم كيغبروا في واحد الزنقه اللي كانت ضيقه واللي تخباو ورا واحد الطارو ديال الزبل كبير وبقاو تمايا. فكيونغ مي بغات سيونغ جونغ انها تعيط للبوليس ولكن كترفض حيت كتسمع دوتشي كان قريب بزاف اللي عاق باللي ما بقاتش كاينه الجثه في الفارغو. هنايا كيونغ مي كدير واحد البلان، كتكتب في التليفون ديالها ميساج لسيون جونغ كتقول ليها باش انها تعيط لخوها حيت راه قريب بزاف من هنايا، وهذا الشيء قبل ما تعطيها التليفون وتاخذ الموس بلاصتو. وبما ان دوتشي كان عاطيهم بالظهر خرجت من ديك الزنقه وتخبات وما عاودات بانت ليه مره اخرى حتى لقات هذاك القاتل قرب على انه يلقى سيون جونغ. فبدات كدير في واحد الصوت
فمها اللي كان غريب وبدات كتخبط في واحد الحديده اللي كانت قريبه ليها، وغير دار عندها حطت الموس على عنقها وبدات كتهددو بلا راه غتقتل راسها وتحرموا من هذيك المتعه ديال انه هو اللي قتلها. هنايا دوتشي كيمشي كيجري تابعها، ومن بعد ما بركات على ديك البوطون ديال الامرجنسي مره اخرى كيونغ مي كترجع للجرا ثاني مره اخرى، وبدات الكورسه ثاني ديال الجري في المدينه كلها. فملي سيونغ جون كتعيط لخوها وكتطلب باش المساعده توصلها، هو والام كيمشيو باش انهم يعتقوها بلومبيلونس. وهنايا سيونغ جون كتعلمهم بالجهه فين جرات كيونغ مي باش انها تعتق راسها. هاد المره كيونغ مي كتحرك الجهه ديال السونتر فيل اللي كان طامع على اساس كاينين بزاف ديال الناس اللي غيصعب عليه القضيه انه يشدها. فكتقطع الشارع العام بصعوبه حيت هي كانت مرونه بزاف وما كانتش كتسمع الطوموبيلات، ولكن من بعد شويه ديال الخطر قدرات على انها توصل للجهه الاخرى وتدخل واحد المنطقه تجاريه اللي كانت عامره بالناس. فكانت كتحاول تطلب مساعده من الناس اللي كانوا تما، ولكن بما انها ما كتقدرش تهضر ميكو عليها حتى شي واحد ما داها فيها. هنايا دوتشي بدا كيقرب ليها اكثر، فالحل الوحيد اللي بقى ليها هي انها تجبس هذاك الموس وتدافع على راسها، وهذا الشيء اللي خلى كاع الناس يخافوا منها ويبعدوا عليهم. واحد الراجل من الزحام كان كيحاول يعيط للبوليس، ولكن دوتشيك حبسو وقال لي شوف هذه راها غير اختي وعندها مشاكل نفسيه، والبوليس غير غادي يزيدوا يخلعوها وغادي تصدق جرح راسها. فكيونغ مي كتستغل هذه اللقطه وكتدور وتمشي تهرب، ولكن مره اخرى البوليس كيلقاوها وكيجيبوها لدوتشيك اللي كانوا متيقين القصه ديال انها اختو، وزاد كاع ردوا لي حتى الموس بين يديه اللي حيدوه ليها. وغير هما مشاو كيونغ مي كطيح بالبكا وبواحد النبرات اللي قليلين كانت كتقدر تخرجهم، كتطلب فيه وكترغب باش انه ما يقتلهاش حيت مازال تبعها بزاف ما يدار في حياتها. ولكن بما انه ما بغاش يدير هادشي قدام الناس، دوتشي كيديها لواحد الزنقه اللي كانت ضيقه وقريبه من تبا، ومن بعد ما قال ليها بلا راه كنتي شويه غادي تقنعيني ولكن هادشي ما كافيكش، وبدا كيوجد راسو باش انه غادي يطحنها بهذاك الموس. واللي حسن الحظ جونغ تان كيوصل تما في الوقت المناسب وكيحبسوه من انه يقتلها. فبجوج بهم بداو كيتقاتلوا مع بعضياتهم، وجونغ تان قدر على انه يقبض دوتشيك بواحد الخنقه من عنقه باش زعما يسخفوا. فطلقوا ودار مشى يطمئن على كيونغ مي باش يقول ليها بلا راه سيونغ جونغ بخير وبلا راها في السبيطار وماماها حتى هي راها قريبه من تما. فجاه كيقاطعوا دوتشيك اللي كان غير داير راسو بلا راه سخف، وبدا كيضرب في جونغ تانغ بالقراعي الخاوين وبالزبل اللي كان تما. فكيونغ مي كتحبسو ملي كتهز الموس، وفدوتشيك هنايا كيقرر على انه يخرج من الزنقه ويمشي يتبع الام في بلاصتها. فكيلقاها وسط المنطقه التجاريه وكيقرب منها وكيطلب منها باش انها تتبعوا لواحد الزنقه اللي كانت مظلمه. ولكن في ديك اللحظه بالضبط كيونغ مي كتشوفهم كتمشي تجري من موراه والموس في يديها. فهنايا دوتشيك بدا كيضحك عليها حيت ما قدرتش تضربو وجرحات ليه غير يديه، ولكن هادشي كان داخل حتى هو في البلان حيت هي حطت الموس في يديه وجرحات راسها وبينات بديك اللقطه بحال راه هو اللي ضربها. هنايا الناس اللي تما كاع تجمعوا عليهم واللي تاقوا بلا راه هو اللي ضربها وماشي هي، وواخا بدا كيدور عليهم وكيقول لهم بلا راه ماشي انا ما تيقوش. فالبوليس كيوصلوا تما وكيضربوا قرطاسه في السما كتحضير ليه باش يزكى، ولكن دوتشيك ما بغاش يجلس فبداو كيتيروا فيه بالقرطاس وهادشي ما كفاهاش فبدات كتستفز فيه بصبعانه. فهنايا ملي دوتشيك بغى يعاود ينوض مره اخرى البوليس حبسوه مع الارض حتى مات، وهكا المدينه كتهنى من الشر ديالو. فمن بعد مورا واحد الايام اللي دازو كيونغ مي وماماها كيمشيو للبحر باش يدوزوا هذيك العطله اللي كانوا ديما كيحلموا بها، وسيونغ جونغ وجونغ تانغ كيدخلوا معاهم حتى هما من بعد ما مروهم كيفاش يتعلموا لغه الاشارات كنوع من الشكر والمحبه. بربها بهم كياخذوا تصويره زوينه مع بعضياتهم كذكرى لهاد المحنه اللي دازوا منها. ودابا غادي نقول لكم الفيلم ديال اليوم سالا هنايا. الا عجبكم هاد النوع من القصص ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في شوفليكس باش ديما يوصلكم الجديد، وخليو لينا الراي ديالكم في التعليق وقولوا لينا شنو الفيلم اللي تبغيونا نهضروا عليه المره الجايه. باي باي.